إجراءات عاجلة لإنقاذ الأمهات والمواليد الجدد القادمين من 17 ولاية من شرق البلاد. ابتسام بجاوي. 3 نساء إلى 4 على سرير واحد و4 مواليد جدد في السرير الواحد هي حالة مصلحة الولادة بالمستشفى الجامعي بقسنطينة، وضعية كارثية بكل المقاييس تعانيها المصلحة التي تستقبل أكثر من 100 امرأة يوميا من كل ولايات شرق البلاد. من عين مليلة زوج في السرير والدم والخماج تلاغمة القرارم. وعلى بعتوكم القرارم من هنا؟ ما على باليش، قالوا لي طلع لك قسنطينة طول. مشاكل بالجملة حملها الكادر الطبي والشبه طبي ورمى بها إلى رئيس المصلحة. On n'a pas les moyens de bord. On n'a pas de moyens de bord. Il n'y a pas d'échographe avec 3 jours sans échographe. Les pannes, les échographes existent dans tous les services. Les commandes ont été faites. On a réceptionné du matériel vétuste d'un hôpital. On utilise tous les moyens. Maintenant, on nous promet dans 24-48 heures, on aura des échographes. L'essentiel, c'est que les échographes ليجيو ما يتكسروش. سي l'échographe اللي تحتها سي باروفر دو شاليتي تاع سيدي مبروك مسيو. وين؟ ما يمشيش. C'est pas votre problème. Je veille pour qu'il y ait du matériel. هاني عندي في ان سيرفيس فيه 12 malades 1 2 3 4 5 6 7 تجي الميله عين مليله. رانا نخدموا فوق طاقتنا. الانفيرميير اللي نورمالمون تخدم مع 2 malades في ان سيرفيس شو elle travaille avec 52 parfois. السي اش تاع سطيفي بعت لنا ما يقدرش يدير دوطخ باثولوجي، حنا اللي نديروهم. كيفاش تحوسيني نكون نورمال؟ معالي الوزير واقف على هذا الامر، وكل ولايه باش كل ولايه تحمل مسؤوليتها، كل مدير صحة وكل مدير مؤسسة يتحمل مسؤولية على النساء الحوامل. الوضعية أكثر كارثية بقاعة الولادة. طب هذه ما تصلحش، الوحيدة اللي تصلح هذه شوية. هادو منا اجوتي، هادو حاشاكم ما همش تاع خدمة، فوالا هادو مش تاع خدمة خلاص، فوالا مسيو. بلا ما نحكيو على فام لابا كانوا لي فاغ يخرجوا من لاطابل حتى نوصل للمرض بدلتها من هنا. لي فاغ والله العظيم بعيني شفت لي فاغ خارجين من لاطابل. القاعات شغل اج 24 حوالي واحد 100 مريضه اللي تدخل. نستناو في المصلحه الجديده ونبداو بوسائل جديده. الامور اكثر تعقيدا بمصلحه المواليد الجدد. On n'a pas de matériel, on n'a pas de moyens humains, on a 4 infirmières pour 80 bébés. On draine tous les stagiaires avec un service de néonat qui ne dispose pas de pédiatre. فما هو الحل في هذه الحالة؟ من الأحسن نغلقوها باش نخدموها على لاز ونخدموها بلي نورم. طلبنا من مديرية الصحة باش نحولوا المرضى تاعنا نحولوهم للمستشفى البير. هي تراكمات عقود يحاول الطاقم المسير بالمستشفى الجامعي نحولوهم للمستشفى البير. هي تراكمات عقود يحاول الطاقم المسير بالمستشفى الجامعي حلحلتها، والموعد مع استلام التوسعة الجديدة بعد 2 شهرين من الآن. تدعم